الترافيك وانواعه. المشكله اللي دايما الشركات بتتكلم عنها الترافيك. يعني ايه ترافيك؟ هو نسبة العملاء او الناس اللي بتشوف اعلانك او تدخل صفحتك. طيب المشكلة ان دايما بتدخل نسبة كبيرة قوي ولكن عدد بسيط جدا لا يتخطى ال 4% اللي بيشتري. هل في مشكلة؟ لا، مش دي المشكلة الحقيقية. ليه؟ لان انا لازم اكون بفهم كويس جدا ماركتينج عشان اقدر ابيع منتجي. لازم اعرف انواع الترافيك. اول نوع اللي جاهز يشتري، ده بيكون عارف بالظبط المنتج وجاهز انه يشتري، وبالتالي هيسألك على طول عن المنتج وتفاصيله للشراء، ونسبتهم بتكون من 2 ل 4%. ودول اصلا ما بيكونش عندهم اي مشكله، كل اللي بيعملوه ان هم بيدوروا على الشركه المناسبه. تاني نوع بقى النوع اللي مش جاهز للشراء، ده نوع عنده مشاكل وعارفها وعارف انه محتاج يحل مشكلته، او انه عاوز يشتري منتج معين بس مش بيقرر يشتري، ودول نسبتهم 26%. لازم اكون عارف اكلمهم ازاي واقنعهم بالشراء وحل مشكلتهم. تالت نوع بقى اللي مش عارفين مشكلتهم اصلا او احتياجهم للمنتج، وده بقى اكبر نسبة على الفيسبوك حوالي 70%. وده انت لازم تظهر له انه عنده مشكلة او احتياج حقيقي للمنتج. بكده مش هتحس ان نتيجتك مش مرضية، لان اي نتيجة للاعلان لازم تاخد وقت، مش من بعد الاعلان بس، لازم المتابعة المستمرة. ولو حابب تستفاد وتطور البيزنس بتاعك ما تنساش اللايك والفولو.